أستدين وأضحي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، فإنه دين مقضي. فهو جاء من طريق هرير بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن عائشة. وقد قال الدارقطني رحمه الله تعالى، قال أنه لم يسمع منها ولم يدركها، لم يسمع من عائشة أي هرير ولم يدركها. بقي كيف نعرف الانقطاع؟ نعرفه بأمور: إما بجمع الطرق، وكما قال ابن المديني رحمه الله تعالى: قال الباب الذي لم يجمع طرقه لم يتبين خلله. فبجمع الطرق نعلم أن هذا الحديث بهذا الإسناد منقطع. ومنها أيضا بالنظر إلى ترجمة شيخ الراوي، هل هو ممن سمع منه أو لا؟ في بعض الأحيان مثلا من التابعين كما في جامع التحصيل يذكر ترجمة أحد التابعين ثم يقول: ولم يسمع من فلان وفلان وفلان من الصحابة. طيب، مر عليك هذا الحديث هذا التابعي عن هذا الصحابي فعلمت أنه منقطع. أيضا بالنظر ممن روى عنه. الآن رأينا هذا الراوي عن شيخه، ونستطيع أيضا نعرف برواية الراوي عن هذا الراوي عنه هل أدركه أو بينهما واسطة. كل ذلك من خلال كتب التراجم. أيضا نعرف أن هناك انقطاعا عند أن نركز على التاريخ، تاريخ المولد، تاريخ الوفاة. في بعض الأحيان يروي راوي عن راو وبينهما مفاوز، فهذا مثلا ولد في 53 أو 57 هجرية وتوفي في 120 مثلا. الراوي عنه ولد في 123 هجرية. لا يعقل، هذا مات في 120 هجرية وهذا ولد في 123 هجرية. بهذا نعلم أن هناك انقطاعا وهناك واسطة. كيف يستعمل صاحب الانقطاع؟ طبعا الانقطاع غير التدليس. صاحب السند المنقطع ما قصد أنه يدلس عليك أو أن يلبس عليك، لا، بخلاف المدلس أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه، هذا لا. لكن كلاهما يتفقان على الصيغة، فإنها تكون عن أو أن فلانا كذا، فهذا بقصد وهذا بدون قصد غالبا. هذا هو قسم المنقطع في قول المؤلف: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. معناه كل ما لم يتصل من جهة أسانيده
إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو منقطع، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى يعني عمم، لأنه قد يكون الساقط 2 أو 3 أو 4 أو 5 على التوالي، لكن يبين التعريف المشهور على العلماء ومنهم الحافظ بن حجر في النزهة، فيقولون ما سقط من إسناده رجل فأكثر ليس على التوالي. إلى هنا والحمد لله. نعم، إذا كان الراوي الصغير أدرك شيخه وهو كبير السن لكن لم يصب بخرف فلا بأس، لأن التحمل غير الأداء. فجبير بن مطعم تحمل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالناس وقرأ بهم والطور، وجبير حينئذ كان كافرا لم يسلم بعد، فبعد أن أسلم حدث بهذا الحديث. محمود بن ربيع كان ما بين 4 و5، عقل مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ما حدث بها إلا بعد أن بلغ. لكن لماذا قلنا بشرط أن لا يكون الشيخ خريفا؟ لأنه يحدث في بعض الأحيان، كإسحاق الدبري راوية عبد الرزاق في مصنفه، فإنه بدأ يطلب العلم وعمره 6 سنوات كان يصطحبه أبوه في مجلس عبد الرزاق الصنعاني، وكان عبد الرزاق قد عمي فصار يلقن. ولهذا يذكر العلماء أنه إذا تفرد مصنف عبد الرزاق برواية غريبة فإنه لا يعتمد عليها، لأن الكتاب من رواية الدبري. طيب، إلى هنا والحمد لله.